اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي أحسن حال. يا ريت لو أول مرة تزوروا قناتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا الإشعار بيه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعمل نجهز الغدا مع بعض ونعمل كمان حاجة حلوة للولاد بعد الأكل كده ياكلوها. ويا ريت اللي نسي يحط اللايك يحط اللايك فضلا وليس أمرا. أول حاجة كده نعملها مع بعض، معانا طبعا كده فصين توم وشوية كمون وفلفل أسمر، نحط عليهم شوية ملح ونحط البهارات بتاعتنا دي بهارات مشكلة. هنعمل صينية بطاطس بالفراخ. هندق كده التوم والبهارات والملح ده كده مع بعضه. هحط كمان نص قرن الفلفل الحراق دوت. دي كده هنتبل بها ايه الفراخ. هندقهم كده مع بعض كويس كده. خلاص هجيب الفراخ بتاعتي، انا كنت غسلاها كويس ونقعاها وحطيتها ايه في مصفى كده تتصفى. هحط كده ايه التتبيله بتاعتي دي في طبق واحطها على جنب، واجيب الفراخ بتاعتي اتبلها كويس جدا. جبت الفراخ بتاعتي بدأت ان انا ايه احززها كده بالسكينة عشان اما احط التتبيلة بتاعتي تشرب من التتبيلة بتاعتي. هبدأ ان انا ايه ادي احط على الفراخ كده كويس بين الجلد واللحم، مش هحط على الجلد، لا احش الجلد كده وايه وابدأ احط ايه تحت الجلد عشان الفراخ بتاعتي تاخد من التتبيلة دي. هتبل بقى كمية الفراخ اللي مع دي ونرجع مع بعض تاني. وكمان معانا البطاطس ومعانا بصل، 4 بصلات كده مقطعهم وهنقطعهم ايه في الصينية بتاعتنا. تبل الفراخ بتاعتي كويس جدا. كمل كده الكمية اللي معايا بنفس الطريقة دي كده. خلاص خلصت. جبت بقى الصينية بتاعتي هدهنها مادة دهنية سمنة او زيت عندك، وبعد كده ايه هروح احطها على البوتاجاز واشوح الفراخ بتاعتي دي الاول. اهم حاجة تشوحي الفراخ كويس عشان لو فيها زفارة او مية او اي حاجة تنشفيها كده على البوتاجاز الاول. حطيت كده ولعت البوتاجاز وحطيت عليه الصينية وفيها مادة دهنية، وحطيت الفراخ بتاعتي كده تاخد ايه تشويحة كده الاول. إيه هبدأ اقلبها الجنب ده شوية والجنب ده شوية لحد ما تتشوح كويس جدا. احط لها برضو فص مستكة وحبهان كده. خلاص اتشوحت معايا كويس. إيه جبت بقى البصل بتاع ال4 بصلات بتوعي، هبدأ ان انا اقطعهم كده إيه حلقات كده او ترانشات زي ما انت عايزة. وبعد كده هنزل بالبطاطس بتاعتي والطماطم واحط البهارات بتاعتي والملح. برضو الحوايج بتاعة الفراخ القنصة والكبدة والجناحات والرقبة حطيتهم برضو اخدوا تشويحة كده معاهم مع الفرخة بتاعتي. بالمعلقة هبدأ ان انا ايه اوزع البصل بتاعي دوت في كل اتجاه عشان الفراخ بتاعتي وهي بتستوي تاخد ايه من نكهة البصل والبطاطس والحاجات بتاعتي دي. صينية فراخ بالبطاطس كده اقتصادية جدا وعلى قد ما تنول الجميع. وكمان عشان الغلا اللي احنا فيه دوت تقدري تعملي صينية البطاطس ديت تبقى موفرة معاكي. تجيبي فرخة والبطاطس والحاجات دي تعملها صينية بطاطس كده بالفراخ جميلة جدا. وكده خلاص بعد ما الفراخ بتاعتي كانت استوت وكمان كنت حطيتها في الفرن كده اخدت وش ذهبي كده، وبعد كده ايه طلعتها. شايفين ما شاء الله عليها، مفيش طبعا اسهل من كده ولا احسن من كده. وكمان عملت رز كده طبق رز ابيض كده جنبيه. تعالوا بقى مع بعض نروح نشوف الحلو عملنا الحلو ايه بعد ما خلصنا. معايا كده زبديتين ومعايا كيس بسبوسة. هنعمل ايه صينية بسبوسة كده ايه اقتصادية برضو وكمان تبقى حاجة حلوة للولاد في البيت. انتي كيلو البسبوسة طبعا دلوقتي ب50 جنيه وب80 جنيه في المحلات. انتي تقدري ب50 جنيه ولا ب20 جنيه تعملي ايه صينية بسبوسة صغيرة كده للأولاد في البيت. معايا كده زبديتين حطيتهم في البولة دي ومعايا ايه سمنة كده. بصراحة انا معيرتش الحاجة، انا حطيتها على طول وبدأت ان انا ايه اشتغل. ومعانا كيس البسبوسة دوت حوالي نص كيلو او اقل شوية. هبدأ ان انا ايه اقلبهم كده كويس جدا. طبعا المعلقة مش هعرف اشتغل بيها، انا هشتغل بايدي على طول.
تبدأي بقى تعجني البسبوسة بالسمنة والزبادي كده لعند ما ملمسها وقوامها يبقى ناعم جدا في ايدك، وتحسي بيه في ايدك ايه ان هي خلاص اتعجنت يعني كويس جدا، والملمس بتاعها بقى ناعم في ايدك. افضل اعجن فيها كده. شايفين ما شاء الله عليها، حتى الملمس بتاعها والقوام بتاعها بقى جميل جدا، وتحسي ان هي ايه بقت طرية وناعمة في ايدك كده. هنجيب بقى صينية وندهنها مادة دهنية، ونكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180، ونحطها على الرف اللي في النص لعند ما تتحمر من تحت ومن فوق. وما تولعيش الشواية، ولعي الفرن من تحت بس، وحطيها ايه على الرف على الشبكة يعني في النص. دهنت الصينية بتاعتي مادة دهنية، وهبدأ ان انا انزل ايه بالعجينة بتاعتي البسبوسة. هي كان قوامها ماسك شوية بس برضو طلعت حلوة ما شاء الله. تبدأي ان انت تفرديها بالصينية بالطريقة دي، وعلى قد ما تقدري تحاولي ان انت تسويها، ما تبقاش جنب تخين وجنب رفيع، تخليها متساوية، والطروف بتاعتها برضو كمان تسويها جدا. ولو حسيتي ان هي مش مظبوطة بالصينية كده ايه شيلي الصينية واخبطيها على الرخامة كده ايه خبطتين 3 كده لعند ما تحسي ان هي ايه اتظبطت معاكي، والملمس بتاعها بقى ناعم وبقت متساوية. هروح احطها في الفرن على درجة حرارة 180. شايفين يا حبايبي؟ بوريها لكم برضو، بوريكم الملمس بتاعها. وهنروح نعمل بقى الشربات بتاعتها لعند ما هي تستوي. احنا كده حطيناها في الفرن. هنحط كوبايتين مية عليهم كوبايتين سكر، ومش هنضيف الليمون الوقت خالص، هنحطهم على النار. واول ما السكر بتاعنا دوت يدوب، هنبدأ ان احنا ننزل بعصرة ليمونة كده، نص ليمونة، هنبدأ ان احنا ايه نعصرها بعد ما السكر بتاعنا دوت يدوب كله. خلاص كده هنروح نحطها بقى على النار، ونرجع مع بعض تاني. كده خلاص يا حبايبي، صينية البسبوسة طلعت اهيت من الفرن. شايفينها ما شاء الله متحمرة من تحت ومن فوق، وما شغلتش عليها الشواية. هي نار الفرن حمرتها من تحت ومن فوق، بس الفلاش ظالمها بصراحة، كانت شكلها جميل وتحفة. وادي الشربات بتاعنا ما شاء الله عليه، ضفت له عصرة الليمونة، وهو بقى كده بقى ايه قوام. وهنحط بقى البسبوسة وهي سخنة طالعة من الفرن لسه سخنة، نحط لها ايه الشربات بتاعها برضو وهو سخن، عشان البسبوسة بتاعتنا تشرب الشربات وهي سخنة كده. الاتنين بيبقوا سخنين عشان البسبوسة بتاعتنا بتشرب ايه الشربات كتير شوية يعني عن الحلويات التانية اللي احنا بنعملها. وكمان الشربات بتاعها بيبقى زيادة شوية عن اي حلويات تانية، عشان البسبوسة زي ما قلت بتشرب ايه الشربات.